أنا دكتورة فرحة ناصر. وانا دكتوره شريهان محمد. احنا هلا اهم كونسبت عندنا بفيري كلينكس لما البيشنت بيجينا انه بيكون عنده السكين كواليتي. احنا ايش مفروض نعمل كرمال انه احنا نرضي البيشنت ويحصل على السكين كواليتي اللي هو بده اياها. خلينا نحكي عن لو انت حدا اجاكي بده يعمل فيلرز ولا بده يعمل بوليلاكتيك اسيد، شو بتفضلي اكثر؟ انه يعمل بوليلاكتيك اسيد ولا انه نحقن له هو فيلر؟ طبعا البوليلاكتيك اسيد تعتبر دلوقتي الترند اللي مكسر الدنيا في از باي ستيميليتورز، لان هو اوريدي بيدي اوردر للكواليتي بتاع السكين او الفايبروبلاست ان هو يحفز لي الكولاجين والالاستين الجديده في السكين، فهو بيشتغل فعلا على الكواليتي بتاع السكين بشكل عظيم. طيب هلا انا اجتني حاله بتفضلي انه احنا مثلا نستخدم السكين بوستر ولا البوليلاكتيك اسيد؟ ولو رح نستخدم السكين بوستر لمين وليش؟ ولو رح نستخدم البوليلاكتيك اسيد لمين وليش؟ هو طبعا كل ده بيبقى على حسب البيشنت، بنعمل اسسمنت للحاله، لان انا اوريدي عندي كذا فيز من المشاكل بتاعه السكين بتاعتي، سواء عندها ديهايدريشن او تجاعيد بدات بسبب الديهايدريشن او الالاستيستي بتاعه السكين اوريدي فقدناها، وبعد كده في الحاله الاخيره بيبقى فيه ساجنج للجلد. انا بعمل اسسمنت واختار الباي ستيميليتر المناسب ليها علشان احصل على افضل نتيجه. الايج جروب احنا قلنا انه هيك انه السكين بوستر لها اعمار والبايو ستيميليترز لها اعمار، انت بتوافقيني الراي؟ اكيد.